أنا عندي بغبغاء غلباوي بنص لسان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة أسرار الشاشة. هنتكلم النهاردة عن طفلين من أطفال الزمن الجميل، أطفال السبعينات، عمرو سهم ومدحت جمال. هم أبطال مسلسل أوراق الورد. مسلسل أوراق الورد بطولة وردة الجزائرية والفنان الراحل عمر الحريري، صدر سنة 1979، وهو مسلسل اجتماعي بيناقش قضية الأطفال اللي بيكونوا ضحايا الانفصال الأم والأب، وبيبين معاناة الأم لأنها ساعتها بتضطر تقوم بدور الأم والأب مع بعض لوحدها. المسلسل من تأليف وليد حامد وإخراج محمد شاكر. كان في المسلسل طفلين مبدعين مقدرناش ننساهم لحد النهاردة، هما مدحت جمال وعمرو سهم. الطفل مدحت جمال أول ظهور له كان من خلال مسرحية موسيقى في الحي الشرقي سنة 1971 مع جورج سيدهم وسمير غانم وصفاء أبو السعود. بعدها عمل دور عاطف في فيلم الحفيد سنة 1974 مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، وده يعتبر أشهر أعماله. شارك أيضا في حب أحلى من حب مع محمود ياسين، وفيلم الاعتراف الأخير مع نور الشريف، وكمان عمل الكل عاوز يحب مع عادل إمام. كل أعماله كانت في فترة السبعينات، ودي كان وقت تألقه الفني. مدحت جمال قال إن في مشهد من مسلسل أوراق الورد تم تصويره داخل مدرسته الحقيقية، فقال فجأة لقيت الكاميرات وفريق العمل في الفصل بيستأذنوا الناظر إن احنا نصور في الحوش، وقبل ما يجوا عدوا على البيت عندي، جابولي طقم ألبسه عشان أصور بيه وأغير هدومي، وفي لحظة المدرسة كلها اتقلبت والمدرسين والتلاميذ كانوا بيتفرجوا عليا وأنا بصور في الحوش. بعدها ترك مدحت جمال التمثيل واتجه للدراسة، ودرس علوم الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية، وتفرغ للعمل بمجال البرمجيات بالكويت، وهو حاليا أب الأربع أبناء، رنا وإنجي ومحمد ومروان، ويبلغ من العمر حوالي 55 سنة. الطفل عمرو سهم اتولد في 24 فبراير 1969، وبدأ حياته الفنية برضه في فترة السبعينات. شارك في مسلسل الثمن ونادي الخالدين وأوراق الورد، وشارك في السينما من خلال فيلم عالم عيال عيال مع الفنان رشدي أباظة والفنانة سميرة أحمد سنة 1976. قدم في فترة المراهقة فيلم البطنية مع الراحل فريد شوقي، وكان بيلعب دور مهم قوي في الفيلم، وهو أدهم العقاد ابن فاروق الفيشاوي والفنانة نادية الجندي. شارك في فيلم عالمي أمريكي سنة 1980، واللي شارك فيه برضو من مصر الفنان القدير أحمد مظهر والفنان مجدي وهبة. بعدها ابتعد عن الحياة الفنية والتحق بكلية الهندسة، وهو الآن يعمل بمجال الهندسة المعمارية. فاجأ الفنان عمرو سهم جمهوره بتداول صورة له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حاليا يبلغ من العمر حوالي 51 سنة. أطفال الزمن الجميل مهما كبروا أو اتغيرت ملامحهم وشكلهم، مش هنقدر أبدا نشيل من ذاكرتنا صورتهم وهم أطفال، حبيناهم وأمتعونا في طفولتنا ببراءتهم. شكرا ليكم على دعمكم لينا، واستنونا دايما في حكاية جديدة.